وفؤاد المسكوت بالنسبه ليا كيهضر على الخيانه ديال الوطن ونسب للجماهير الوداديه ولا الرجاويه البيضاويه من بين الناس اللي ماتوا على قبل هذه البلاد وداد الامه ورجاء العالمين اللي معروف لا ولاد المدينه ولا ولاد دار السلطان ولا جميع الناس ديال كازا بالوطنيه ديالهم كيشكوا في الوطنيه ديالهم وهذا الشيء ما هزينوش حيت حنا واقيلا يلاه شفناك هضرتي على الوطنيه وهزينا هذا الشيء. الوداد والرجاء اللي ما جاوش للديربي عندهم مواقف ديالهم عندهم الاسباب ديالهم. فيك تياسي وسي مسؤول ولا ما عرفت اللي كتهضر بزاف كتهضر في المواقع ولا كتهضر في الراديو وتهضر على راسك بعداك اللي 14 عام وانت رئيس ديال الجامعه ديال المصارعه مشى ديكتاتور جا امبراطور باش يهداك. حنا هذا الشيء عندنا في دارنا عندنا في الطوموبيلات ديالنا. حنا تربينا نكونوا وطنيين الوطنيه دافعوا عليها اجدادنا ودافعوا عليها والدينا وحنا هازين كنعرفوا الوداد والمغرب والملك وسيدنا. اما باش تشكك فينا وتقول المغاربه جيو وهذيك الساعه دي ولادك دي مرتك دي عائلتك ديال التيران قول لقجع باللي حنا في كازا وغنبقاو في كازا باش تقول لنا اللي بغى كازا يبقى فيها. هذا ماشي جواب ديال الانسان شاد واحد المسؤوليه ديال في البلاد. ما تقولش بهذيك الطريقه ماشي هذاك الجواب عيب وعار هناك وعيب وعار السي مسكوت باش تقول الوطنيه وتشكك في الوداديين والرجاويين والوداديين والجماهير البيضاويه. بزاف عليك علاش ما هضرتيش على القجع فاش كانوا منعونا من التنقل؟ علاش ما هضرتيش مع القجع على التحكيم اللي دار فينا غزاوه ولينا غادي للتيران مخبين وكنتخشوا وسط الجماهير الاخرين ولينا كندوزوا في الطريق كيقلبوا لي كارت ديالنا ويشوفوا الطوموبيلات منين جايين وانت كتهضر على الوطنيه. ما جبتي حتى ميداليه في الالعاب الاولمبيه و14 عام وانت واكل شارب 14 عام وانت في هذه الجامعه استقل اعطي لراسك الراحه. اما الهضره ديالك ما عندها ما عطات ما دات بينا والو ما عطات حتى شي افاده. داخل لواحد الراديو كتهضر باش حتى واحد ما يتكلم على الاخفاقات ديالك انت فيك غير الهضره بزاف وحتى شي حاجه ما درتيها. والوداد الجمهور الرجاء من حق اي مواطن بيضاوي مغربي كيبغي الوداد ولا كيبغي الرجاء بغى يمشي للتيران يمشي. اما باش طلب الناس ديال بركان تجي حتى هي طلب على الاقل الجمهور ديال بركان في العصبه ولا في الكاف ولا فاش شاركوا فاش مشاركين جايين 2000 متفرج وانت كتهضر على الوطنيه راه دافعنا عليها وضحينا عليها وسيدنا الله ينصر. الا كانت شي حاجه باغيها حنا واجدين. ولاد الدار البيضاء ولاد كازا لا ما خلينا وداديين ولا رجاويين نمشيو للصحراء ما كاين لا حظ. فرنسا مشات في حالاتها ما تبقاوش تهضروا على الوطنيه وتدخلوا شي حاجه اللي ما كايناش. التيران ما عنده حتى شي علاقه بالروح ديال الوطنيه وبالروح ديال المغاربيت ديال المغاربه. وحنا قاطعنا الديربي ماشي باش نهرسوا ما غنهرسوش التسيير ولا ما نهرسوش الرياضه ولا ما نهرسوش كره القدم ولا ما غنهرسوش كاس العالم. الملعب ديال دونو تسد 5 الخطرات ولا 6 خسرات عليه الملايا. بيناش شي واحد تحاسب مع هذوك الناس اللي كياكلوا البلاد وما تحاسبوش معاهم. بين هي الوطنيه اللي بنادم كيسد التيرانات باش يتبناو 4 تيرانات و5 وفي الاخر حتى شي حاجه ما طلعت من التيران. ورغم ذلك كنقول لك منكم المحاسبه واللي كلا الغله دابا يتحاسب. ماشي معقول باش تفرضوا عنا حنا نمشيو للتيران. التسويق ديال الوداد الجمهور الوداد والرجاء راه محتلين ومعروفين في الاحصائيات باللي جمهور عالمي وجمهور ذواق وجمهور في المستوى وما يمكنش يوصل ليه شي جماهير ماشي حتى في المغرب حتى في الدول الاوروبيه والافريقيه. جمهور بالتفوات بالحضور ديالهم بالتشجيعات ديالهم بالاهازيج ديالهم بكل اي حاجه الا الجمهور ديال الوداد والرجاء حاضر. وحنا ما حاضرينش على قبل الهمجيه والفساد ديال البطوله ديال الاحترافيه بخصوص بالقشور ومعاملته مع الجماهير الوداديه والبيضاويه. التنقلات التحكيم ديما ما يمشيش للجمهور من اجل سلامه المواطن من اجل الامن. حتى في كان الامن حتى من علاقه بالامن وانتم قتلتوا هذه البطوله وقتلتوا الرياضه وقتلتوا كره القدم في المغرب وباغيين تنظموا كاس العالم.